ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين يعني بص بانيه. احنا بناكل بانيه كده. بفتيك، لا حاجة تجنن بجد، حلوة قوي. السمك الفيليه جميل جدا. انا في بعض الاوقات مش بحب اجيب يعني اجيبه جاهز، انا بحب اجيب السمكية على بعضها واخلي الراجل يخليها لي كمان. يلا بينا نشوف عملناه ازاي، وبجد طريقته سهلة جدا وطعمه كان يجنن. بصوا زي ما انتم شايفين اصلا عامل ازاي، اكنه قدامنا بوفتيك بانيه. الولاد بجد هيحبوه، بيبقى فيه لو هو بينضفه بيعمله لنا، بيبقى شوك بسيط. يلا بينا بس نشوف هنعمل ايه، بس شوك بسيط بعيد خالص عن اللحم اللي في النص يعني ده كله. اوكي، يلا بينا. السمك اهو قدامنا. انا يعني على حسب ما انتوا حابين تقطعوه، فانا بخليه ساعات يعني يتقطع نصين او حته واحده او اقطعه على 3 على حسب حجم السمك اللي قصادي. اوكي، يتغسل كويس، وبعد كده بعد ما اخلصه كله يعني واقطعه كله، المفروض ان انا هتبله. تمام، انا بقطعه زي ما احنا شايفين يعني نصين بيبقى افضل، وبيبقى عامل زي حجم البانيه او البفتيك يعني اللي بناكله. تمام، حطيت عليه الدقة بتاعة التتبيلة، بيبقى فلفل مدقوق مع توم وكمون وملح وجنزبيل وكزبرة ناشفة، والملح تظبطه انتوا التيست بتاعكم، على ليمون وشوية خل، ويا بالهنا والشفا. بنقلبهم بقى كويس يعني مع بعض علشان التتبيلة تخش جوه السمك كله، واسيبه على جنب. وبعد كده هنحضر بقى التغليف بتاعه، الكفر بتاعه من بره الدقيق. هنشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا ده بتاع نص كيلو دقيق، انا خدت منه يعني كوبايتين كده او كوبايه ونص، حطيتها في الطبق التاني وخليت طبق جاف اللي هو مش هضيف له ميه، وطبق هضيف ليه ميه. ويلا بينا نشوف التوابل الاول ايه. انا حطيت ملح، وحطيت جنزبيل، وحطيت كزبره ناشفه مطحونه وكمون، ولو عندنا كمان بابريكا هيبقى حلو قوي، بس انا ما كانش عندي بابريكا. عايزين شطه حاميه اللي هي الحمراء يعني، حطوا كمان اللي انتوا حابينه، هيبقى طعمها حلو قوي. انا حطيت هنا على الدقيق، بصوا يعني كل واحد هيعمل كميه مختلفه، فانا حطيت كميه مثلا كوبايه وربع، على حسب ما يبقى القوام اللي قدامكم ده انتوا تحطوا بالتدريج. تمام، بس هخلي اللي هو يعني دي بالميه ده لوحده، اللي هو اللي عامل زي الخليط ده، والدقيق البودر لوحده. انا بحط في الدقيق اللي هو الخليط اللي عامل زي الكريمه دوت او خليط الكيك يعني، وبعد كده بروح حطاه في الدقيق. في ناس بتحط بيكنج باودر على حسب، بس انا مش بحطه عشان الكفر ما يفصلش عن اللحمه، يعني اللحم بتاع السمك، ويبقى منفوخ يعني ويقع مني. بس انا بعمل من هنا في السايل، في الخليط السايل، وبعد كده بروح مدخلاه في الخليط اللي هو الجافل دي بس، واحاول ان انا يعني امسك الكفر فيه قوي. بصوا بدوس عليه قوي ازاي، وبعد كده بمسكها بفركها عشان يبقى فيها يعني حتت زي البانيه والزنجر والكريسبي والحاجات اللي هي الفرايد تشيكن. تمام، بصوا كده بالشكل عامل ازاي. يعني بيبقى حلو قوي بجد وسهل جدا، وطعمه بيبقى جميل، يعني بيخلينا ان احنا الولاد نعمل لهم حاجة سريعة وياكلوها اصلا، بالذات ان اكترية الولاد مش بيحبوا السمك زي ولادي يعني. انا عندي ابني مش بيحبه، فبضطر اجيب ده اللي هو بيبقى سهل جدا، ومش بيخليه ان هو بقى يشيل هم الشوك وكده، فبياكلوا على طول فبيفضلوا جدا. بس هفضل بقى اعمل الكمية زي ما احنا شايفين كلها لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي، كمية السمك كلها، ونقليها بقى كلها يعني. ادوس عليه قوي، احط زي ما انتم شايفين كده، اقعد ارج الدقيق بحيث ان يكون جوه قطعه السمكه كلها البانيه. بصوا عامله ازاي اهو. بعد ما بيطلع طبعا احنا بنحطه على اي حاجه يتصفى، وشكله زي ما انتم شايفين كده بجد كان خطير جدا ومقرمش وجميل قوي قوي بجد يعني. انا استعجلت كمان وحطيته في الصينيه، فبيفضل شويه في على الحاجه يعني اللي بيتصفى عليها او بيتهوى عليها عشان ما يطراش. بس كان خطير والله، طعمه حلو قوي قوي، طعمه مختلف، ما تحسوش ان هو سمك اصلا. بصوا عامل ازاي ما شاء الله، يعني كان خطير. هيعجبكم قوي لو جربتوا بالطريقه دي بجد. جربوه هتدعولي، ولو عجبكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حلوين.